أحد المطربين العرب تاب من فترة، مطرب مشهور، تاب بسبب ماذا؟ بسبب تعليق من اسم مجهول، يعني ما كاتب اسمه هذا المعلق، اسم مجهول. ماذا كتب في التعليق؟ هو جالس بث مباشر وعم يشوف تعليقات الجمهور، وهذا عم يمدح فيه وهذا عم يثني عليه وعلى أغاني وكذا. ضمن التعليقات وإذ بتعليق كتب صاحبه فيه: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فكانت كالصاعقة دخلت في قلبه وتاب واعتزل الفن. الرجل مشهور معروف، هذا النابلسي. سبحان الله، بسبب هذا التعليق يا أخوان من رجل يعني ما كتب اسمه، شوف سبحان الله، تاب بسببه. لا تدري وين ما رحت أبذر الخير، أنت بس تكلم بكلام الخير بلغوا عني ولو آية، مو ضروري تكون عالم علامي وكذا. وين ما رحت شفت شباب قاعدين عم يشربوا أرجيلة، عم يسمعوا أغاني بتلطف بحكمة. يا شباب يا شباب أدركوا أنفسكم، والله هذا حرام يا شباب. قوموا على الصلاة، ما تدري مين بيهتدي بسببك. مقطع، أرسل مقاطع صوتيات فيديوهات فيها قرآن فيها دعوة، لا تدري. لا، انشر كتب، اطبع كتب، مصاحف، تفسير. هكذا يا عباد الله. ماذا قد